الأنظار كلها تتجه إلى المرشحين، إلى المحللين السياسيين، إلى تقسيمات الدوائر، إلى التركيبات، إذا الآن احنا نقول في عرس ديمقراطي، الكل اليوم يتسابق ليطرح الخطة الانتخابية، كل مرشح اليوم يبي يتكلم، يبي يقول اللي هو عنده. اليوم دور المواطن الكويتي اللي بيشارك في الانتخابات ويبي يصوت في الانتخابات، ولا ننسى جزء مهم جدا في هذه الانتخابات، وهو أن الوضع يختلف عن ما سبق من الانتخابات. قبل كنا نطلع من البيت عندنا 3 أصوات، والرابع نقرر عند المدرسة، ما عندنا مشكلة، عندنا فلان وفلانتان وفلان وفلان نبي نعطيهم وخلاص، والرابع نشوف عاد التوجه وين، الجماعة بيعطون حق منو ولا هذا كان الناس. وكانوا ناس لا والله يطلعون عندهم 3 أشخاص ويحرقون الرابع، وكانوا ناس ب4 أصوات يعطون صوتين، وكانوا أيضا يقطون سنجل صوت واحد. اليوم الوضع يختلف، اليوم أنت طالع من بيتك عشان الشخص الفلاني، ما عاد في صوت ثاني وصوت ثالث وصوت رابع، هو صوت واحد. هذا الصوت هو من يوصل هذا الرجل اللي أنت تشوف أنه أمين على هذا البلد، صاحب توجه تنموي لهذا البلد، يبي يعمر في هذا البلد، يبي يشرع قوانين أكثر، مزيد من الحريات، كثير من المشاكل الموجودة اليوم يعاني من المجتمع الكويتي، ويطالب بالمزيد من كثير من الحلول لهذه القضايا، مشاكل الواسطة، المرور، الأمور اللي تكلمنا فيها، قضايا المجتمع الكويتي اللي يتكلم فيها. اليوم ما عاد اليوم انتخب انا فلان لان ولد خالتي وفلان من طائفتي وفلان من قبيلتي، ما عاد الامر هذا. المفروض الامر يكون اليوم احنا السبب. احنا عندنا مشكلة بالكويت، وهي دائما نعول على المجلس والمجلس. ترى اللي جاب المجلس احنا 2012 بايجابياته وبسلبياته احنا اللي جبناه، 2009 بايجابياته بسلبياته احنا اللي جبناه، واخذ على هذا المنوال اللي ماشي. اليوم لما نيجي نقول والله الحكومه ضعيفه، احنا السبب. ليش؟ لان ما طلعنا ناس تحاسب الحكومه، ما جينا قلنا حق الناس تعالوا حطوا خطه خمسيه حق الحكومه، ما جينا يبنى ناس قلنا لهم تعالوا مشاريع التنميه، العمار اللي بالكويت، حلم التنمية، المليارات على الورق، وين هي؟ ما نزلت. ما جينا حاسبنا العالم قلنا لهم تعال ترى ولدي خريج هالسنة ثانوية على باب الله، وين أشغله؟ الولد يبي يكمل جامعة، والله اسمح لنا ولدك مو من ضمن 10,000 اللي راح يدشون الجامعة. ليش ما نبنى جامعات؟ من مشكلة الجامعة إلى اليوم ليش الشدادية محوطة ويكرم السامع فقط صارت حق الوسخ وحق تكرمون الكلاب؟ ليش مشكلة استاذ جابر إلى الآن ما انحلت؟ ليش ما طلع لنا مشاريع رياضية ثانية؟ 100,000 بدون بالكويت 50 سنة إلى الآن هذه القضية معلقة. وزارة الصحة من 86 إلى الآن ولا مستشفى بنت. وزارة الداخلية إلى اليوم كلها شبرات بدون استثناء. وزارة الداخلية الوزارة الرئيسية أجار مدرسة. وزارة التربية فشل في التعليم، بل أكثر من الفشل في التعليم، أكثر من الفشل في التعليم. الطلبة يرجع الطالب الى البيت مو فاهم ما يدش الموضوع. المدرس اليوم ما عاد عنده هذا الطموح. وانا دائما في كل كلامي اقول البعض مدارسنا تفشل. ايش مدرسه ما فيها طوفه، اي مدرسه ما فيها مكيفات، ايش يجيك الولد الظهر يقول لك والله يبا ترى ما في ماي حلي. وين يا وزاره التربيه؟ وين؟ بتزوج حلو كلام طيب، انطر 14 سنة 15 سنة عشان يطلع لك بيت، وانت من تطلع من هني على طريق الجهرة من بعد الجهرة ما تشوف الا الشول.
ما تشوف الا بر يمينك وبر يسارك، واحنا نقعد حاطين ايدنا على خدنا ننتظر الهواش ما بين وزاره الكهرباء وما بين الاخوان بالنفط وبين اداره التخطيط وما بين البلديه وما بين الوزير هذا لا خلق اليوم يداوم ولا ما له خلق يداوم، هذا الوزير لا خلق يشتغل ولا ما له خلق يشتغل، رئيس الوزراء اليوم مزاجه ماشي عشان يوقع حق الكويتيين بيوت. وصلنا الى هذه المرحله احنا. انطر 14 سنه 15 سنه، لان ما يهمك، لان اليوم ما يهمك. بعض الناس من التجار قبل لا امه تولده بيته موجود، بس انت تنطر 18 سنه بعد ما تتزوج علشان يطلع لك بيت 400 متر. تعال اشتغلوا يا صالح، قاعدين حاضرين يو الجماعه اللي عنده حلال غنم واللي عنده حلال بقر واللي عنده بعارين واللي عنده غيره وغيره. يو ايش سويتوا لهم؟ دخلتوا الناس الثانيين اللي ما له شغل في هالموضوع هذا، وهات يا شهادات تزوير وهات يا لعب في الموضوع هذا، واضحك هذا يا خور ويقلبه شاليه، واضحك هذا يا خور ويسكره ويأجره حق هذه المواضيع كلها منو السبب فيها؟ احنا السبب الرئيسي فيها، والسبب الانتخابات. النادي في مجلس امه وما شفنا شيء من مجلس امه. انت اليوم محاسب، انت اليوم محاسب لكل حدث يصير في الكويت، لكل امر اليوم يصير في الكويت. انت اليوم محاسب امام كل واحد. لا حد يقعد ببيتهم ويطرش واتساب ويقول شفتوا اللي امس صار في مشرف، شفتوا اللي امس صار في صباح السالم، شفتوا انت سبب واحد من الاشخاص هذيلا، انت ايضا سبب من هذا سوء اختيارك لمجلس الامه وتعاون اعضاء مجلس الامه مع الحكومه وضعف الحكومه ورئيس الحكومه يوصلنا الى النتيجه وارد من النتيجه هذه. لا تطلع لي طلعه وتروح لي في الانستغرام تصور لي مطار دبي وتحط لي اياه في الانستغرام. لا تروح قطر تصور مجمعاتهم وتجي تحط لي اياهم في الانستغرام تقول شوف قطر وين وصلت واحنا وين وصلنا. لا تروح تحط لي مجمع في السعوديه وتجي تقول احنا وين مجمعاتنا. تبي توصل مواصيلهم، تبي تصير نفس السعوديه، تبي تصير نفس دبي، تبي تصير نفس قطر، انت اول شيء داوم، انت يا المواطن داوم. انا قلتها في حلقه سابقه وارجع اقولها مره ثانيه، قبل اجازه العيد بيومين شوارع فاضيه، العالم كلها مسافره. مشي لك يا عمي، هذا ولد عمي وهذا من جماعتي، ومشي هذا ما يداوم يومين وهذا طبيه، وبعد العيد بيومين ايضا ما في دوام. واخر شيء يفتش عينه من النوم الساعه 1 الظهر ويفتش تويتر ويكتب وين التنميه؟ سلام الله على التنميه. ارجع حق موضوعي وحق موضوعنا. العراك السياسي وما وجد في الساحه السياسيه احنا محاسبين عليه، هذه مقدمه للانتخابات وسوف تكون مقدمه في كل الحلقات. لمن؟ ما اصحاب الفريق الازرق. نحترم الفريق البرتغالي اهلا وسهلا، وهذا الراي والراي الاخر، من يريد يقاطع يقاطع ومن يريد ان يصوت يصوت، وهذه الساحه الانتخابيه. ايضا ترى ما هو شيء جديد في الكويت، من قبل كنا نوصل 80%، كنا نوصل 60% نسبه التصويت. الناس اللي ما كانت تصوت تعتبر مقاطعه الانتخابات بغرض ما يبي يروح، ما له خلق، ما يشوف ان ناس ينتخبهم، مسافر، بغض النظر يسمى مقاطع. اليوم هذا الشخص ما يبي المرسوم، مو موافق على الصوت الواحد، يبي حول مجلس الأمة، يبي حول محكمة الدستورية، هذا شأن ثاني. كل ما حصل هذا تلخص في كلمة جدا جميلة لسمو الأمير قبل قليل. لخص الكلام هذا كله في جملة جميلة. تدرون متى؟ لما نكون ايد واحدة، لما نكون قلب واحد. لما انا اشيل اللي يمي، احنا عندنا مشكلة، خلينا نعترف على الهواء ونقولها. اذا جاري بدوي انا مو شغلي، انا ادور جار شيعي، هذه مصيبة عندنا اياها. بالمقابل عمرنا ما وصلنا من المرحلة قبل سنتين. اذا جاري احضري انا مالي شغل فيها، انا ادور ولد عمي البدوي. اذا بدوي جاري بس مو من قبيلتي لا يستريح ادور قبيلتي. هذا اللي احنا وصلنا، واحنا اللي وصلنا نفسنا وربينا عيالنا وكبرنا عيالنا على هذه المبادئ. متى ما توحدنا وصفت القلوب ثقوا بالله كل شيء يصير زين. كلنا نكون ايد واحده، كلنا نبني هذه البلد. ترى مو 50 نائب يبنيها، مو 16 وزير، مو رجل يمسك مجلس الوزراء، منو ما كان، ناصر محمد، جابر المبارك، ايا كان،
يستلم الوزاره، مو هذول فقط يبنونها، احنا نبنيها بتنظيمنا، نبنيها باحترامنا، بسلوكنا، باحترام الراي والراي الاخر، نقصر شويه من لغه الفساد والحوار في تويتر واللغط هذا،